ضجت النساء والأيتام بالبكاء لما نظروا إلى رأس الحسين. أمر اللعين بإرجاع الرأس إلى الخزانة. النساء سكتن قليلا والأيتام قليلا، إلا يتيمة الحسين سكينة أخذت تضرب برأسها على الحائط. أبمن لليتيم حتى يكبر، أبمن للغائب حتى يرجع. فبينما هي تندب إذ جاءت رملة ابنة يزيد متفرجة على عيال الحسين، ترفل بالحلي والحلل. رأت من بين النساء سكينة تبكي، جلست أمامها سلمت عليها، أخذت بيديها أخي أراك تبكين. قالت أبكي على أبي الحسين، انت عندك أبو، أنا أبويا خلاني يتيم وراح عني. أين أبوك؟ قالت الجسد بكربلاء، وأما الرأس عند أبيك يزيد. تريدينه؟ قالت بلى. هاي الرملة مدللة اجت قعدت بحضن أبوها. بحق عليك إلا ما أمرت بحمل الرأس والد هذه اليتيمة. أشر للجلاوز إخواني 77 78 رأس من خزانة. وين يعرفون رأس الحسين؟ جابوا رأس حطوه بطشت الذهب غطوه وجاءوا به إلى سكينة. رأت من بعيد الأمر استجيب، قامت خطت خطوات مدت يديها على الطشت المقدس صاحت هلا بيك يا ابويا يا لعبي، هلا يا موالي. هاي التعزية. هلا بيك يا ابويا يا لعبي، يا هلال عزنا بليلة العمد. ليش يقطع بنا يا صين دير، وعفتنا ويقوم الموش جواوي. أخذت الطشت جاءت به إلى النساء، جلست أمامه رفعت المنديل، وإذا بمكان الحسين جايبين راس عمها أبو الفضل العباس. وعباسا التفتت إلى زينب ثم أخذت الراس إلى صدرها منادية شنه نومتك وإحنا نسفينا، شنه نومتك. كلكم أهل غير إذا ذكر العباس الدر الجمعة. شنه نومتك وإحنا نسفينا، وعدوانك يا عم الطوف بينا يا الله. بينا ترى ذلوا عزيزتكم مسكينة. عمي شنو بوجودك مرفوعين الراس. ذلوا عزيزتكم مسكينة يا الله. زينب رفعت راسها شافت اخوها العباس كفيلها، رفعت راسها وشافت العباس، صدت نادبه او عشرت على الراياس. عليك اعتب يا اخويا مو على الناس.
اي عليك اعتب يا اخويا يا على النار من دللتني شهور وسنين لا تاهج قالوها يا عباس وين وياي وين جاهج قالوها يا عباس خليني حرمه مهبطر فقدك حماس قلبي حماس واعظم ما يجزي الغيور دخولها الى مجلس ما بارح اللهو والخمر. يا الله اقضي حوائجنا، شافي مرضانا البعيد والقريب والسامعين.